في ليلة العيد يأتي المفيد، منتخب المغرب بيفوز على منتخب تونس 2-0. مليون مبروك لمنتخب المغرب، هارد لك لمنتخب تونس. ومنتخب المغرب النهارده بيلعب في فاس لأول مرة من 16 سنة في افتتاح ملعب فاس بشكله الجديد. ما شاء الله اللهم بارك، عبارة عن تحفة فنية، حاجة كمية فخامه واناقه مش طبيعيه. كمان الجماهير المغربيه النهارده عسل قوي، شكلهم حلو، كميه رقي وجمال مش طبيعيه. كمان كان في جماهير تونسيه حاضره، عسل ما شاء الله اللهم بارك. التصوير، الاخراج. فانا بقول لكم من دلوقتي رسميا كاس افريقيا في المغرب 2025 هتكون افضل كاس افريقيا في التاريخ كله، هتكون ناجحه بنسبه مليار في الميه. ماتش حلو قوي، وانتم متاكدين ان ده ماتش ودي؟ ده مش ماتش ودي يا اخوانا، لا لا لا، مش ماتش ودي، ده اقوى من نهائي افريقيا. ماتش قوي قوي، بادئ حماس وقوه. بدايه المباراه قام علي العبدي لاعب منتخب تونس قام خابط سفيان مرابط في وشه في اول دقيقه في الماتش. قام جاي اشرف حكيمي في اول الشوط الثاني عمل لك زيو، وقام قالب علي العبدي بره الملعب خالص. وبعد كده في نهايه المباراه علي العبدي اتطرد. ماتش قوي قوي ماتش صعب. نهاية مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب المغربي 2-1 المغرب. المنتخب المغربي يستاهل الانتصار. الفرق الوحيد في المباراة ذي انه مدربهم جاي يلعب في مباراة ودية، مدربنا احنا جاي يلعب في مباراة رسمية. حرف بالتالي فماش لا فكر لا دفاعي لا هجومي راه صراحة معناها. اما هما مدربهم يجرب، قاعد يحاول تغييرات، توزيعات، كرة قصيرة، ثم فكرة، ثم محاولة، ثم اجتهاد. احنا مدربنا جاي يلعب في مباراة رسمية. النقطة الإيجابية الوحيدة في المباراة هي الثنائية ذم، الطالبي وغرام. المباراة ذي خرجنا من ثنائية الطالبي وغرام، ثنائية ممتازة نبنيو عليه. والنقطة السلبية، أكبر نقطة سلبية هو سيد هذا سامي طرابلس. حكيناه وعاودنا حكيناه. راهي مباراة ودية، جرب ملاعبية، امشي الهجوم 15 التالي، ما فماش حتى فكر دفاعي، حتى الدفاع ما فماش فكر. والله إذا ما كانش غرام والطالبي واقفين مليح رانا خسرنا 4 اليوم. مبروك للمغرب وهارد لك لتونس. حسنا اخوان، اذا المنتخب الوطني المغربي وبفوز صعب في الديار في استضافه بطبيعه الحال منتخب تونس بطبيعه الحال اللي لعب بالكل بالكل. نقدر نقول لك لعب واحد العنف كبير، كانها ليست مباراه وديه بل مباراه اقصائيه او مؤهله او في مباراه كاس العالم في حد ذاتها. لعبوا اليوم بشكل عنيف بزاف، تدخلات قاصحه ضد المنتخب، لذلك صيدوا بزاف ديال الاخطاء. وهذوك الاخطاء اللي طاحوا فيهم بزاف قال لك على انكم نتوما لاعبين ضدنا ماتش اميكال. كقرا لي كومونتير تعاليق وقال لك نتوما مادام هو ماتش اميكال شارين الحكم. انت لاعب عنيف، ملي كتلعب عنيف كتصيد تطيح في اخطاء. نورمال يصفر الحكم ولا ما يصفرش، كيفاش ما يجبش. لكن في الاخير صفتنا المباراه وربحنا، لحقاش حنا نقدر نقول لك 80% حتى ل 90% حنا المسيطرين على الماتش كامل. وانما التهديدات من طرفنا حنا كانت شويه قليله. لعبنا على العرضيات بزاف لحقاش عندنا نصير وما عندناش اللي يلعب. عندنا غيابات كثيره في الهجوم، يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه دي ضروري. يعني احنا لاعبين بالدوزيام ايكيب، لكن كاين بعض الملاحظات. اول حاجه تبارك الله ما شاء الله، الدري عندنا افضل لاعب في تاريخ المنتخب ديالنا من نهار كان شي حاجه سميتها منتخب الى حد الان. اللهم بارك. شوف اشرف حكيمي رمز لكاع المغاربه وكاع لي زاتليت وكاع السيد صاحبي. يجي صاحبي ريحها بونتوش ما تلعبش حتى اساسي، لا قال لهم نجي نلعب اساسي مع بلاد راه مين. وتلعب بالنفس، تيجري تيدخل تيتعصب تيتنيرفا، ما لعبش غير داك الشيء تكتيك نقدر لا تيلعب. هادشي ما مولفيش نشوفه في المنتخب ديالنا. الله يخليك لينا حكيمي. فوز المنتخب المغربي على منتخب تونس في المباراة اللي أقيمت في مدينة فاس اللي فيها أقدم جامعة في العالم، عشان في بعض الناس بيقولوا إن هي مش في مدينة فاس، فإحنا هنا بنفوقهم يعني. مبروك للمنتخب المغربي وحظ أوفر للمنتخب حظ أوفر للمنتخب التونسي. الحقيقة إن أنا انتقدت التصريحات بتاعة كابتن فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، لأنه قال إحنا المغاربة واخدين المباراة إنها مباراة ودية ولكن إحنا رايحين نكسب وواخدينها جد. لا، المغاربة خدوها هي مباراة ودية تجريبية. تصريح برضو بتاع اللاعب السابق الجزيري لاعب تونس السابق اللي قال انه تونس معتاده على الفوز على مصر والمغرب والجزائر، برضو تصريح غير موفق نهائيا. فما ركزش، ده وجهه نظري، انه ما كانش فيه تركيز في المباراه من جهه بعض عناصر المنتخب التونسي، ولكن كان فيه تركيز في المباراه من عناصر المنتخب المغربي اللي كان رايح واخدها مباراه وديه تجريبيه، كان مركز في انها مباراه وديه.
تصريح كابتن فرجاني ساسي كان صحيح يعني غير موفق نهائيا. المهم مبروك لمنتخب المغرب وحظ اوفر لمنتخب تونس. اشقائي وبيكتبوا هنا كلام كويس جدا على المغرب، وانا اي حد بيكتب كلام كويس على المغرب بيبقى على راسي وحبيبي واخويا اكيد طبعا. فمبروك للمنتخب المغربي ومباراه تجريبيه، وعيد سعيد عليكم جميعا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، عواشركم مبروك. برافو 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 برافو، يعطيكم الصحة الشعب المغربي الشقيق والصديق، على الروح الرياضية الكبيرة، على الأخوة اللي تجمع بيناتنا. وقت اللي النشيد الوطني التونسي في مباراة اليوم مباراة ودية، مباراة عادية، كبروها أكثر من لازم. مباراة ودية تبقى، لا فما لقب اللي هزته تونس 2004، ولا فما تصفيات كأس العالم وهدف عادل الشادلي، ولا فما حد شيء. من غير ما نرجع بكم بونتوات اخرين قبل. تصفير نشيد وطني متاع بلاد، ما تحترموش لا البلاد ولا نشيدها ولا دولتها ولا شعبها ولا الأخوة. حق فينا، حق فينا احنا ريت التوانسة خيان وأشقائنا كأس العالم. التوانسة يشجعوا في المغرب قسما بالله، أنا تونس أكثر من تونس يشجعوا فيه. في الآخر هذه هي المكافأة يا توانسة، وذاك علاش مثل تونسي يقول لك ما يندب لك كان ظفرك، معناها شجع بلادك والاخرين انت وكيفك. تتعصب كان المنتخب بلادك خويا، واضح. اليوم ماتش مش نحكي عليه برشا، الولاد يعطيهم الصحة عملوا مباراة تكتيكية ممتازة جدا. كرة ثابتة، خطأ تسجل هدف أول، من بعد في الآخر هدف على خطأ فردي، يعني كونتر اتاك، هجمة مرتدة، هدف ثاني منتخب المغربي. مباراة ودية كانت وفات 2-0 المنتخب المغربي اليوم في فاس. شباب شنو رايكم توما في اللي صار؟ شنو رايكم في التصفير على النشيد الوطني والحكم زاد اللي يضحك؟ ما نحبش نحكي برشا على التحكيم. وشنو سبب الخسارة وشنو رايكم في اللي صار الكل؟ تفاعلاتكم يا شباب، واحنا ملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله. وديما مش المغرب، ديما فلسطين. السلام عليكم يا الكل. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que essa